يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف أحد المشاركين في قمة المناخ. حضر خصيصا وهو عضو أحد أعضاء الجالية المصرية في إفريقيا، وهو مستشار وزير تنمية المشروعات بمملكة لوسوتو، وأحد المشاركين في المؤتمر الذي حضر خصيصا من مملكة لوسوتو من أجل الحضور في قمة المناخ. يسعدنا أن يكون معنا السيد عمر عبد الله. مساء الخير واهلا بحضرتك معانا. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك طبعا في مصر، وحضورك خصيصا من مملكة لوسوتو يعني يعبر عن أهمية هذه القمة. اهلا وسهلا عليك يا فندم. حضرتك ده شرف كبير ليا وفخر، ما بعده فخر حضوري في الدنيا، بلدي وبتشرف بيها طبعا. والمؤتمر شيء نفخر بيه جدا. قمة بيشارك فيها 130 زعيم دولة ورئيس حكومة، بيشارك فيها 197 دولة على مستوى العالم. شيء نفخر بيه طبعا كلنا كمصريين، وانا سعيد جدا بتواجدي هنا في مصر. شفت طبعا من يعني منذ قليل وصول الرئيس الأمريكي واستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه. ايوه يا فندم، شفت فعلا. تمام. كلمنا حضرتك عن مشاركتك في مؤتمر قمة المناخ. واولا بمناسبه زياره الرئيس الامريكي لمصر، فده شيء بيدل على قوه بلدنا وبيدل على قوه المؤتمر، ان حضر فيه زعماء كتير جدا من دول العالم، مش الرئيس الامريكي بس. واي زعيم ينور بلدنا نشيله على راسنا، سواء الامريكي او غير الامريكي. فاهلا وسهلا بيه في مصر. وبمناسبة مشاركتي في مؤتمر المناخ، حضرتك ده شيء طبعا زي ما قلت حضرتك من شوية، ده شيء نفخر بيه كمصريين. شفت تواجد من جميع دول العالم، قابلت أفارقة من بلاد كتير جدا في أفريقيا. الناس منبهرة جدا بمدينة شرم الشيخ وبالتنظيم. الحدث كبير وحدث عالمي نفخر بيه كلنا كمصريين وكأفارقة. قابلت ناس من تقريبا من معظم دول العالم. شيء جميل جدا جدا. ربنا يحفظ بلادنا يا رب، ويوفق قيادتنا لكل ما فيه الخير. مصر بلد كبير جدا، مصر بلد طبعا عظيم. طبعا. انا انبهرت بصراحه وانا راكب انا رحت بالاتوبيس السياحي، اه علشان الطيران كله كان مليان. اه انبهرت بالطرق وشفت كباري وشفت البنية التحتية، شفت حاجات حلوة كتير قوي. بلدنا والله بلدنا جميلة. طبعا طبعا. أنا بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر الحكومة اللي دايما فكرها سابق تفكيرنا إحنا كمواطنين. اللي بيحصل في مصر ده إعجاز، تمام سواء طرق ولا كباري ولا مصانع ولا مزارع. شفت تمام. مزارع في مصر، انا شفت بعينيا. الدنيا بتختلف على مرمى والله. البصر، والله بالظبط بلدنا بالظبط. جميله، بلدنا جميله وتستاهل كل خير. تمام. بيعجبني وحابب دايما. اشكر. بيعجبني دايما على صفحتك، دايما يعني بتشارك اي حاجة ايجابية موجودة في مصر، ودايما صفحتك عمرانة بحب وعشق مصر. يعني اول ما توصل هتكتب ايه على صفحتك، وخاصة ان في افارقة كتير جدا بيتابعوك وفي مملكة لوسوتو بالتحديد. صدقني يا فندم، انا كل شيء بشوفه حلو في بلدي بحب ابروزه. بحب الناس تشوف حلاوه بلدي وجمال بلدي. تمام. مصر امنا. حتى لو في تقصير في اي مكان، ما ينفعش اني اشير وافضح، لا، انا انصح وابرز الحاجه الحلوه اللي في بلدي. وما اكثرها الحاجة الحلوة زي ما انت شفت النهاردة، حلو او كتير، شفت يعني حلو خلال كتير. وجودك يعني. والله بالظبط. الحلو كتير قوي قوي في بلادنا. والله 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 الحلو كتير في بلادنا. يكفينا الامان، يكفينا الامن. من 10 سنين شفنا لما حصل مشاكل بتاعه الربيع العربي ولا الثوره، مم. زي الناس ما بتسميها تسميها. شفنا ازاي الانفلات الامني لما حصل. شفنا الناس كانت بتنام في خوف وقلق. شفنا الدنيا كانت عامله ازاي. النهارده احنا في دنيا تانية، احنا في دوله تانية، احنا في بالظبط. بلد تانية. ايوه والله بلدنا جميله ما شاء الله. اللي بيحصل ده يعني خير كتير قوي. ايوه. نحمد ربنا عليه ونشكر ربنا عشان يزيده.
طبعا. عشان كده انا ما بحبش انتقد ولا اتكلم كلمه وحشه، يعني انا عشان الحلو كتير، عشان الحلو والله كتير. الحلو كتير، ايوه. الحلو كتير قوي قوي، ولازم نبروزه، لازم نوري الناس الدنيا عامله ازاي. يعني في مثل بيقول لك ايه، اللي يعيش ياما يشوف، واللي بيلف بيشوف اكتر. انا بلف طبعا. في البلد دي وبشوف بعينيا، انا كل ما بنزل مصر تمام. بشوف الحلاوه اللي فيها، وبشوف ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب، يوفقهم يا رب. يا سياده الرئيس، كل كلمه وكل نقد بيتقال عليك يكون في ميزان حسناتك، ربنا يصبرك علينا ويوفقك ويكرمك يا رب العالمين ويزيد في عمرك. تمام. والله البلد دي تستحق كل خير. طبعا طبعا. انا حضرتك يعني مستشار وزير تنمية المشروعات في مملكة لوسوتو، واعتقد دي برضو الزراعة من ضمن اهداف يعني مؤتمر قمة المناخ. ايه اللي هو ممكن تقدمه؟ لا ما شاء الله، انا شفت حتى كمان الناس بتتناقش في كل ما هو جديد، وشفت مصريين اصدقاء اعرفهم شغالين في نظم الزراعه الحديثه، اللي هي نظام زراعه بالهيدروبونيك والاكوابونيك والايروبونيك، ودي موجوده بالفعل هنا في مصر في مشاريع الصوب الزراعيه. يعني في عندنا مشروع ال 100,000 صوبه اللي في مصر ما شاء الله تمام. بيستخدموا فيه زراعه الهيدروبونيك، ودي اه. بتدي انتاجيه كبيره جدا. وده احنا شفناه في فتره الكوفيد، شفنا ازاي ان المنتجات الزراعيه والخضار والفاكهه كانوا متوفرين في بلاد حوالينا، بلاد بتروليه غنيه، ما كانوش لاقيين البصل والطماطم، وما كانوش لاقيين مظبوط. بالظبط. الثوم، بالظبط. وكانوا صح. بيستوردوا من عندنا. ايوه. فالناس ما بتاخدش بالها من كده، الناس ما بتلفش. الناس لو لفت وراحت شافت المزارع والاراضي اللي بتستصلح في مصر، هتعرف ان في خير كتير، وهتعرف اننا ما تاثرناش كتير بكورونا، والاسعار كانت موجوده بتاعت الخضار والفاكهه كانت موجوده في كل مكان وكل حاجة يعني. موجودة دلوقتي، برغم يعني العالم بيواجه يعني جائحة اقتصادية، ولكن في كل حاجة موجودة في مصر. والله فعلا يعني ما شاء الله، يعني اللي بيحصل في البلد والله اعجاز. ربنا يكرم الناس اللي بتحب البلد دي وبتشتغل بكل ضمير، ووفقهم لكل خير يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله. المستشار عمر عبد الله، مستشار وزير تنميه المشروعات مملكه لوسوتو، انا بشكرك واهلا بيك. مش هقول لك طبعا اهلا بيك في مصر، لان يعني بلدك وبيتك ومطرحك زي ما بيقولوا يعني دايما يعني. العفو يا فندم، العفو، ربنا يبارك في حضراتكم يا رب، ودايما تبروزوا كل خير وكل حاجه حلوه عن بلدنا، وبالتوفيق دايما يا رب العالمين لقياده مصر وشعب مصر والجيش مصر وشرطتها. ربنا معاكم ويوفقكم دايما يا رب ان العالمين. شاء الله. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. العفو، العفو يا شكرا. فندم، تحياتي.